كلنا بنفتكر انه الاكل الصحي يا اما صعب التحضير او طعمه مش حلو، لكن الحقيقه انه الاكل الصحي والغذاء المتوازن اسهل بكتير مما تتخيلوا. هنوريكم وصفات، تكات ونصايح تقدروا تعملوا فيها وجبات في البيت من حاجات عندنا في الثلاجه وتحافظوا بيها على نظام صحي متوازن. كلنا بنحب السندوتشات، لكن الحقيقه انه ساعات بيبقى فيها شويه سعرات مستخبيه. النهارده هوريكم طريقه جديده عشان نعمل السندوتشات بطريقه صحيه اكتر وخفيفه. يلا نعمل ساندوتش تونه الخفيف. التكه في ساندوتش التونه هتبقى صوص المايونيز. هنستخدم زبادي نسله خالي الدسم مع معلقه واحده من المايونيز الخفيف ومعلقه من الماسترد. هنضيف عليها تونه. دلوقتي هنضيف فلفل الوان. التونه بقت جاهزه. هنختار عيش اسمر. هناخد طماطم مع الخس. هنحط التونه. ساندويتش خفيف وصحي ولايت. السمك من الاكلات الصحيه جدا وغني بالاوميجا 3، علشان كده لازم نحاول ندخله باكلنا على الاقل مرتين في الاسبوع، ومش لازم عشان نستمتع بالسمك ناكله بالطريقه التقليديه وهو مقلي. التكه اللي هنعملها النهارده انه هنحمر السمك في الطاسه بشويه زيت زيتون وملح وفلفل بس. هي كده قدامها بالظبط دقيقتين. انا في الوقت ده ممكن احضر البقدونس اللي انا هحطه على صوص الثوم والليمون والبقدونس. هي كده السمكه استوت، وبنفس الطبق هنسوي الخضار السوتيه. هنسخنهم ونرش عليهم رشه ملح ورشه فلفل. احنا كده الخضار خدت مننا دقيقه واستوت. هنحطها في الطبق. هي كده جاهزه. وفي نفس الطاسه مره ثانيه هنحط زيت زيتون ومعلقه ثوم صغيره. هنحط عليها شويه ليمون. هنحط عليها شويه ميه وتقريبا معلقه صغيره من النشا. هنضيف ملح وفلفل، واخر حاجه البقدونس اللي احنا حضرناه. الطبق بقى جاهز، وزي ما شفتوا خلال اقل من 10 دقائق حضرنا طبق سمك فيليه خفيف وصحي ولايت. الاكل بين الوجبات هي حاجه كلنا بنعملها، علشان كده لازم نختار اختيارات صحيه وسليمه. النهارده اخترنا سلطه الفاكهه. الفاكهه غنيه بالالياف والفيتامينات والسكر الطبيعي. احنا النهارده اخترنا التفاح والفراوله والبرتقال والموز. هنضيف زبادي نسله خالي الدسم، هيضيف لنا بروتينات، هو مصدر رائع للبروتينات. هنضيف الزبادي، العسل اللي هو مصدر رائع للفيتامينات برضو، وبعد كده هنستخدم المكسرات. اي مكسرات انتوا بتفضلوها موجوده في البيت. احنا هنا اخترنا عين الجمل متوفره عندنا، وبكده بقى عندنا وجبه صحيه خفيفه ومفيده. ايه رايكم النهارده العشاء يبقى شوربه؟ ساعات كتير ما بقاش عندنا وقت نحضر حاجه من الاول. انا النهارده حضرت شوربه ماجي بالمشروم وهضيف عليها لمستي الخاصه. هضيف عليها زعتر اخضر هيديها نكهه حلوه. هي شوربه انا عملتها، فاضل لها بالظبط دقيقتين تبقى جاهزه. وهضيف عليها فراخ مشويه، ممكن تبقى جاهزه في الثلاجه معموله قبلها بوقت. هنقطعها ببساطه مكعبات صغيره. هنضيف عليها الشوربه. وهنضيف عليها في الاخر زعتر اخضر. وكده احنا حضرنا وجبه عشاء سريعه ومتكامله وصحيه في وقت قصير جدا. مش معنى انه احنا اخترنا ناكل اكل صحي انه نحرم نفسنا من الحاجات الحلوه اللي بنحبها. المهم ناخد بالنا من الكميه. النهارده
هنعمل ايس كريم بصوص الفراوله ونسل فتنس. هنبتدي بصوص الفراوله. هنحط الفراوله اللي متقطعه وهنضيف عليها 3 معالق سكر ومعلقه نشا كبيره، معلقه فانيليا، ونضيف عليهم ربع كوبايه ميه. هنسيبه لمده 10 دقائق لربع ساعه على نار هاديه لحد ما يبقى سميك شويه. انا حضرت اوريدي فراوله جاهزه وكانت في الثلاجه ولسه مطلعاها. هنبتدي ناخد نسل فتنس اللي احنا حطيناه في الكيس وبكل بساطه ضربناه وبقى متكسر كده، هنحطه في الطبق. وبعد كده هنجيب ناخد بولة كارنفاليتا ايس كريم فانيليا، وهنحط عليها صوص الفراولة اللي عملناه وسيبناه يبرد. شكله تحفة وصحي وسكره قليل. ودلوقتي هنضيف اللوز. ممكن تضيفوا عين جمل، جوز هند، اي مكسرات موجوده في البيت. المكسرات مفيده لينا جدا لانه زي ما قلنا قبل كده فيها دهون مفيده. وكده يبقى بقى عندنا طبق حلو خفيف وسريع ولذيذ. شاركونا بتعليقاتكم على الفيسبوك وابعتوا لنا صور وصفاتكم الصحيه على الانستجرام على هاشتاج اخترت صحتي.